الفرد الذي هو عبد قوته الشهوية هذا فاقد للأخلاق، حتى إذا ما يظهر. يحب المقام، هذا عبد المقام، 40 عام يمشي ويركض لأجل المقام، هذا عديم الأخلاق. الفرد المعجب برأيه هذا عديم الأخلاق. الفرد الذي يظن أنه عقل الكل وأنه لا يحتاج إلى الآخرين، مو ضروري أن يظهر ذلك باللفظ، هذا ينعكس في عمله، بالذات إذا وصل إلى شوية إلى مقام، شوية إلى قدرة، يتصور أنه كل شيء وأنه يفهم كل شيء وأن الآخرين لا يفهمون شيئا عملا، ويقعد في بيته ولا يترابط مع أي أحد، هذا فاقد للأخلاق. ولا يتعاون مع كل أحد، هذا مو تعامل أخلاق. فإذا بالنتيجة نحن بالذات إذا وصلنا إلى مقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الولايات مضامير الرجال، هناك تظهر حقائقهم. عندما واحد تأتي بيده القدرة ولو أن يكون عالما في قرية، هناك يظهر واقع. التعامل مع الذات، التعامل مع الحياة، التعامل مع الآخرين، كيف يتعامل في هذه الدوائر الثلاث؟ هذه تمثل الأخلاق بمعناها الأعم. إذن الأخلاق بالمعنى الأعم عبارة عن المقدرة التامة على التحكم في القوى العقلية والغضبية والشهوية، وبعبارة أخرى كيفية التعامل مع الذات ومع الحياة ومع الآخرين.